اصغر لاعب في تاريخ ريال مدريد في الشامبيونز ليج بيسجل بعد نزوله في 5 دقايق بس من على دكه البدلاء. وعندك كمان في الثلاث مدافعين اللي انت لعبتهم الثلاثه حرفيا لعبوا قبل كده باك يمين، منهم واحد كان بيلعب وينج. مفيش الا فيرلان مندي هو الوحيد اللي بيلعب في مركزه الاساسي. وعندك كمان ان انت في لعيبه مظلومين ولاعيبه اساسيه مفتريه بتلعب على اساس الشغل اللي هم بيعملوه. لعيبه مظلومين لما بتتكلم بتقعد دكه. عندك 2 بيلن او ما عندكش مش عارفين. هنتكلم على ده كله في الماتش، هنتكلم عن ماتش ريال مدريد وشتوتجارت. بس قبل كل شيء عامل شيء ولا سبسكرايب للقناه وتفعل زر الكل جديد. انا زياد ماجد ودي مونتاتا، ويلا بينا نخش في الحلقه. استنى بس، انا عارف ان في مشكله في المكان وعارف ان في مشكله في السيت اب، وده مش السيت اب اللي صورنا فيه قبل كده، بس احنا هنا بنصور في المكان اللي هنصور فيه في اي ماتش ليه علاقه بريال مدريد الاهلي او اي ماتش مهم في الجوله اذا كان في اي دوري في العالم. هنتكلم عن الماتش ده وهنتكلم عن ماتشات الاهلي وريال مدريد كلها في المكان ده. هنرجع تاني ورا هنتكلم عن اي ارقام او اي حاجه بتحصل في الانتشنال بريك. تمام، يلا بينا نخش في الحلقه. طب احنا في الاول كده هنتكلم عن ريال مدريد وهنتكلم عن ماتش ريال مدريد هنصففه كده. طب احنا في الاول هنتكلم عن ماتش ريال مدريد ونصففه كده. طب احنا في الاول كده هنتكلم عن ماتش ريال مدريد ونفصصه في كده في الاول، وبعد كده نروح لماتشات الجوله كلها وهنتكلم عنها واحده واحده كده. دي ماتشات يوم الثلاث. تمام، هنشوف بعد كده ماتشات يوم الاربعاء والخميس. لو في حاجه مهمه هنطلع نتكلم، لو مفيش حاجه مهمه مش هنطلع نتكلم. بس ماتشات يوم الثلاث او الماتش اللي هيتلعب فيه ريال مدريد او اليوم اللي هيتلعب فيه ريال مدريد هنطلع نتكلم فيه وهنقول لكم كده شويه حاجات حصلت في الجوله. تمام، ونبدا بريال مدريد. هنقسم الحلقه لثلاث حاجات: الارقام اللي هنتكلم عليها كمان شويه، وكان في مقارنه كده لذيذه ما بين اتنين في الماتش، اتنين في نفس الجنسيه بيلعبوا في ريال مدريد، فانت اكيد عرفت هما مين. اكيد مش كارفاخال وفاسكيز. وبعد كده هنتكلم عن الماتشات اللي جايه لريال مدريد وايه صعوبتها وايه سهولتها، وهنتكلم عن شويه حاجات حصلت في الماتش. فنبدا بقى بشويه حاجات حصلت في الماتش، ونتكلم في الاول ان هما يا معلم كانوا عاملين عليك هاي بريس. يعني هما كانوا اصلا ضاغطين عليك في نص ملعبك في سانتياجو. يا معلم انت اصلا اول 15 دقيقه كنت عندك 7 هجمات معموله عليك او 7 هجمات خطر شوطات معموله عليك، اذا كان من جوه ال 18 ولا من بره ال 18 كوره جت في العارضه. يا معلم انت حرفيا من كتر ما انت حرفيا دفاعك سيء، فانت شاط عليك من شتوتجارت في ملعبك 7 كور في 15 دقيقه بس. و7 كور مش اللي هما بيشوطوا وخلاص، لو هما حرفيا كورتوا شايل كور في اول 15 دقيقه جوان. حرفيا هما يتصنفوا جوان، هما كورة كلها اون تارجت وفي كورة جايه في العارضه. فانت يا معلم حرفيا دفاعك انت بادئ اصلا بتشكيله في الدفاع 3 من الاربعه اللي بيلعبوا 3، واحد منهم وينج يمين، واتنين منهم اصلا لعبوا قبل كده كباك يمين. منهم كارفاخال اللي انت اصلا انا مش فاهم انت موظته هجوميا ووظته دفاعيا، لان كارفاخال هو اصلا كباك دفاعيا مش كويس بس هجوميا جبار. يعني كارفاخال حلو قوي السنه اللي فاتت، عمل سيزون كامل هجوميا حلو قوي، بس دفاعيا طول عمر كارفاخال وطول عمر ريال مدريد الباكات اللي عندها دفاعيا مش حلوه، اذا كان مارسيلو ولا كارفاخال ولا فابيو كونتراو اللي كان عندنا قبل كده. فانت اصلا طول عمرك كباك دفاعك مش حلو. فيا معلم والله انت بتلعب لي الباك بتقوم جاي منزل سنتر باك، مع ان انت عندك السنه اللي فاتت لعبت بتشاوميني، لعبت بيه سنتر باك قبل كده. السنه اللي فاتت لعبت في ماتشات مهمه كتير. فانا مش فاهم انت ليه اما حبيت تطلع ميليتاو او ميليتاو اتصاب قبل الماتش ليه جاي مدخل كارفاخال. نروح بقى للوكاس فاسكيز اللي حرفيا ده جنايه. ده يعني يا معلم انت ازاي كده بجد؟ انت ما بتطلعش كوره صح، انت من كتر ما انت وحش. انشيلوتي اللي ما بيبدلش اصلا بدري او ما بيبدلش ما بين الشوطين، قليل اول ما يلاقي انشيلوتي بيبدل ما بين الشوطين او بيبدل بدري عموما، هو طلعك بين الشوطين ونزل ميتاو اللي هو اصلا كان بيقول عليه المصاب. فيا معلم انت اصلا بيلعب عليك واحد مصاب، فانت هينزل مكانك واحد مصاب. فانت يا معلم تشوف انت فين، شوف انت سيء ازاي، شوف انت وحش ازاي. انا مش فاهم انت ليه اصلا بتلعب كوره لحد دلوقتي في ريال مدريد، او بتلعب كوره ليه لحد دلوقتي في العموم في المطلق يعني. طب هنتكلم عن حاجتين حصل في الماتش انا حرفيا اتضايقت بسببهم. ان انت عندك فالفيردي اللي كان بيرجع يساند كارفاخال، هو شايف ان لوكاس فاسكيز فيه مشكله كبيره قوي 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 قوي، وحرفيا هو ما بيرجعش يدافع،
هو مش بيرجع مع فاسكيز زي ما كان بيرجع مع كارفاخال يسانده، عشان هو حرفيا الجبهه ديت معموله شوارع. هو ومندي احنا سايبين مندي، بس مندي بجد ما كانش وحش قوي. بس يا معلم هو يعني السوكسيه كله دخل لفاسكيز. مندي طلع بره شويه، تشاوميني طلع بره خالص الماتش ده. تشاوميني كان مش وحش بس ما كانش حلو. اللي هو يا معلم انا الريت السبعة ستة، فاهم؟ في الريت ده اللي هو انا مش وحش، مش كارثي، مش فاسكيز، بس يا معلم انا مش كريستيانو رونالدو، فاهم؟ فتشاوميني كان ماشي يعني تمام، بس فاسكيز كان هو خد السوكسيه كله يا معلم. هو يعني اتطفس جدا في التناحه، فقام جاي واخدها كلها ليه. فيش وفالفيردي اللي المفروض كان بيرجع يدافع مع كارفاخال عشان كارفاخال يعرف يتقدم براحته، لوكاس فاسكيز ما كانش بيتقدم وكان عنده كوارث، وفالفيردي ما كانش بيرجع يدافع معاه. نروح لاخر حاجه، واخر حاجه هي البيلن. كان في 2 بيلن، واحده دي يعني دي مش بيلن، وواحده دي برضه دي مش بيلن. انا شايف ان اللاعب دخل شاط الكوره وميسي حرفيا رجل روديجير، بس انت مش شايف التيشيرت اللي اتشد يعني. معلم انت مش شايف دي مش كابتن الفريق كان خد حرفيا التيشيرت بتاع روديجير وكان هيروح بيه. هو حرفيا باين ما كانش راضي يديله التيشيرت فخده وكان هيروح. فانت حرفيا يا معلم انت دي بيلن وش، انت ازاي رحت للفار وما شفتش التيشيرت اللي اتشد؟ وبعديها جه بعد كده بيلن لبلينجهام. انت حرفيا الواد داخل زي بلينجهام في ظهره، وبلينجهام طالع ينط على الكوره. فدي لو دي مش بيلن يبقى كود رونالدو مع يوفنتوس اللي اتطرد فيها بوفون، دي مش بيلن، ما هي نفس الكوره. فالاتنين بيلن، انت كان ليك 2 بيلن، بس نقصك ان انت كسبت في الماتش. طب نروح بقى للمقارنه للاعبين اللي لعبوا في الماتش، والاتنين يعني واحد منهم كان حلو قوي وهنشوف ارقامه، اذا كان في الكي باس ولا الباسنج ولا اي التحام بيخشه ولا اي مراوغه ولا التمريرات الصحيحه. هنجيب كميه حاجات حصلت ما بين رودريجو وفينيسيوس جونيور، واحد بيلعب اساسي حتى حلو ولا وحش، واحد حرفيا لو اتكلم بيقعد على الدكه. طب فينيسيوس عندك التمريرات الصحيحه بتاعته ان هو لعب 29 كوره منهم 19 كوره صح، يعني 66%. وبرضه انشيلوتي لازم يلعب رودريجو في مكانه عشان رودريجو احسن لاعب في ريال مدريد حاليا. الناحيه التانيه رودريجو لعب 27 كوره منهم 24 صح، يعني يعني 81%. نروح للمراوغه اللي فينيسيوس اصلا كان حرفيا يا معلم هو واحد على واحد هو هيعدي. لو فينيسيوس عامل 7 مراوغات منهم 2 بس صح، فانت فاهم يا معلم المراوغه انك انت عامل 7 مراوغه منهم 2 صح بس، فدي كارثه، دي كارثه لفينيسيوس. الناحيه التانيه رودريجو عامل 4 منهم 4 صح، رودريجو ما غلطش في ولا مره من اللي عملهم. طب يا عم ماشي، طب نروح بقى العرضيات رودريجو عمل 7 منهم 3 بس صح، والتاني عمل واحده والتاني عمل 3 منهم واحده صح. فيا معلم ماشي الاتنين سيئين جدا في العرضيات، والافضليه راح لفينيسيوس. بس يا معلم انت اصلا كنت، هو ميزه فينيسيوس الفينش وان هو بيراوغ صح، وان هو 1 على 1 هيعدي، 2 على 1 هيعدي، 3 على 1 ممكن يعدي. بس فينيسيوس ما جاش من اول السيزون اي دريبل، فينيسيوس بيحنكش حنكشه. فينيسيوس رجع 2019 حرفيا والله باللي هو بيعمله ده. طيب احب اقول لك ان في الاخر ان ده كان واحد من اسهل الماتشات اللي انت كنت ممكن تلعبها جنب ماتش بريست. ماتشات انت بعد كده هتقابل دورتموند في هوم، بعد كده هتروح تقابل ميلان هوم، بعد كده هتروح تقابل سالزبورج هوم برضو، وهتروح تقابل بعديها ليل وليفربول وميلان، التلاتة اوي حرفيا. ال3 ماتشات انت يا رب تطلع يعني بالاداء اللي احنا بنعمله في الدوري ودوري الابطال، انت حرفيا يا رب تطلع مثلا ب6 نقط ولا ب5 نقط يعني. وبس كده. فبس كده كان كلام على ريال مدريد، ونروح بقى نقول النتائج اللي حصلت في بقيه الماتشات اللي ما كانش قويه قوي. بس يا معلم كان في فرق رجعت تاني للتشامبيونز ليج زي استون فيلا اللي كسبت يانج بويز 3-0، وعندك يوفنتوس رجع تاني للتشامبيونز ليج وكسب 3-1 بكون يلماز الحلو قوي. روح اتفرج عليه، يلماز حط كوره. وماتش سبورتنج واللي معانا في المجموعه ليل، سبورتنج كسبت ليل بجون من جوديز اللي حرفيا برضه حلو، وافتكروا الاسم ده كويس. جوديز ده سترايكر
في سبورتنج لشبونه هيمشي قريب جدا وهيروح نادي كبير قوي وهيبقى تنين. وافتكروا يعني هناخد بقى الفيديو ده بعدين ونقول بقى انا كنت بقول كذا. بس يعني سبورتنج وليل 2-0 لسبورتنج لشبونه. ونروح لاخر ماتشين، واخر ماتشين ماتش خلص 9. يعني هم حرفيا بينادوا على برشلونه ومستنيين برشلونه تجيلهم. ف بايرن ميونخ ودينامو زغرب، هو انتوا ليه عملتوا كده بجد؟ ومصحف انتوا ليه عملتوا كده في نفسكم؟ انتوا يعني تنافسوا بايرن ميونخ ماتش 1-0 بقى 1-1 2-1 2-2 3-2 وبس. بس بقى بايرن من جايه واخداهم زنقاهم وهدك يا ضرب، والله مسكوهم ضربوهم. وكوان بقى من جوه ال 18 بالدماغ وبالرجل وبالصدر وبكل حاجه، وكوان من بره ال 18 شوطه، والولا يقف على بره ال 18 يتنيه واقف لحد ما حد يخش على عشان يمقصه ويحطها في البعيده، والكوره تحط في القريبه وفي الضيقه وفي الواسعه. جابوا كل الاجوان بكل الطرق حرفيا. بايرن ميونخ 9-2 قدام دينامو. فحرفيا يعني بكل بساطه هم مستنيين برشلونه وهانزي فليك. ونيجي بقى لاخر ماتش، ليفربول اللي عملت ريمونتادا قدام ميلان في السان سيرو 3-1. يعني يا معلم، لا ومش بس مش 3-1 كده وسهله وبسيطه، لا ده كون من كوناتي وجون من فان دايك واسيست تسيميكاس واسيست ارنولد. كل خط دفاعك عمل اجوان واسيستات، والمهاجم بتاعك اللي انت اصلا منزله من على الدكه اللي هو اصلا ما بيبداش في الطبيعي اساسي جاب جون او عمل اسيست، عمل حاجه في الماتش. فانت يا معلم يعني ارن ستوت بيعاقبهم على نوتنجهام فورست اللي حصل ده. وبس كده، سلام.